السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي معايا من جديد في قناتكم ومطبخ هبة نسيم لوصفات مغربية. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحة وسعادة. اليوم ان شاء الله اخواتي نشارك معكم صابري ديال عاشوراء السنة الهجرية، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش نتمنيتو ان شاء الله. وقبل ما نبداو في الوصفه ديالنا ديال اليوم، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم شجعوني باللايك، والى كنتو اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه. ونبداو على بركه الله في الوصفه ديالنا ديال اليوم. هاد الصابلي راه كيجي لذيذ بزاف وكيجي راقي وكيجي زوين. هنا عندي كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، ربعة الزبده، عندي هنا 3 ديال البيضات، خمارة ديال الحلوى والدقيق حسب الخليط. معكم انا حطيت هنا الزبده في القصريه ديالي، الزبده والسنيده غادا نخلطهم حتى يندمجوا مع بعضياتهم ونرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما زدت البيض هنا، وغادا نزيد ان شاء الله الزيت. غادا نخلط مزيان حتى تندمج لي هاد البيض مع الزيت مع الزبده والسكر ونرجع معكم. انا رجعت معكم، انا هنايا زدت البيض وزدت الزيت، غادا نخلط مزيان ونرجع معكم. انا رجعت معكم دابا، انا زدت الدقيق وخماره ديال الحلوى، غادا نخلط مزيان ونرجع معكم بعد ما نجمع العجينه. انا رجعت معكم بعد ما ساليت العجينه ديالي ديال الصابلي تاع عاشوراء. دابا غادي نجمعها ان شاء الله في البلاصتيكه وندخلها للثلاجه ونخليها حتى الصباح ونرجع معكم باش نخدموها. انا رجعت معكم بعد ما بات ليا العجينه ديال الصابلي في الثلاجه. دابا ان شاء الله غادي نبدا نسرح فيها ونرجع معكم. انا رجعت معكم العجينه ديالي انا درتها بين جوج بلاصتيكات، غادي نبدا نسرح فيها ان شاء الله ونرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما سرحت العجينه ديالي. دابا انا راه بديت نقطع فيها نتوما، عندي هاد المراش ها هما هادو باش ما غادي نقطعها ان شاء الله. وهذا الصابلي غادي يكون ان شاء الله ما بين الملح والحلو، كيجي رائع وراقي. هانتوما هاد المراش راه صغيورين، نساليها ان شاء الله نعمرها في اللاطه ونرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما عمرت اللاطه ديالي. هنا عندي كاوكاو واللوز والقرقاع، وهنا عندي الجنجلان بلدي، وهنا عندي بياض البيض مع الهريسه الحاره وشويه الخل. هذا الصابلي غادي يكون ان شاء الله ما بين الملح والحلو، كيجي راقي وكيجي غزال. انا راه بديت كنزين فيه، هانتوما شوفوا معايا كندهنو بالهريسه وكنزينو بهاد المكسرات. نرجع معكم ان شاء الله بعد ما نكمل. انا رجعت معكم بعد ما كملت هاد الصابلي ديالي اللي درت ليه الهريسه وبياض البيض مع شويه الخل. انا درت خليط ما بين الملح والحلو وزينته بالمكسرات. دابا ان شاء الله انا شعلت الفران، شعلت غير لتحت، والعافيه ديال تحت راه منقوصه حتى انا كنطيب الغرف هذا ديال الغاز كيطيب ليا مزيان، ديال الضو كنطيب فيه على 160 درجه. دابا غادي ندخلو ان شاء الله ونرجع معكم بعد ما يوجد. انا رجعت معكم بعد ما خرجت الصابلي ديالي من الفران. هذا هو الشكل ديالو، شوفوا تبارك الله جا رائع وجا غزال وجا لذيذ بزاف. وفيه يعني هذا راه صابلي ما بين الملح والحلو، كيجي لذيذ بزاف. الشكل ديالو كان مذهب وجا غزال تبارك الله. انا رجعت معكم بعد ما ساليت الصابلي ديالي في الطياب. شوفوا الشكل ديالو تبارك الله جا رائع وجا غزال. هانتوما والسر هو الطياب. الفران راه ما تشعلوش عليه الفران من الفوق ومن تحت، شعلوا غير لتحت وتكونوا ناقصين العافيه على حدها. الا كان تاع الغاز تنقصوا العافيه على حدها، والا كان ديال الضو
ديرو 160 درجة باش يطيب الصابلي، يطيب مزيان ويجي محمر وما يجيش مخرب. شوفوا اللون ديالو تبارك الله، جا مذهب وجا غزال تبارك الله، جا رائع وجا لذيذ بزاف. وشوفوا هاد المكسرات جاو مع لذاذ بزاف. وهاد الخليط ما بين الملح والحلو، انا درت الهريسه مع الابيض البيض والخل، جاو فيه رائعين وجاو لذاذ بزاف. نشوفوا الشكل ديالها تبارك الله، هانتوما جا غزال. هانتوما درت فيه الكركاع واللوز وشويه ديال الكاوكاو والجنجلان. هانتوما جاو فيه رائعين وجاو غزالين بزاف وجاو لذاذ. درت انا 4 ديال الشكيلات بحال هكا ديال الصابلي ديال المملحات اللي كيكون صغيور بحال هكا، كيكون صغيور كيكون غزال وزوين. هانتوما ماشي داك الصابلي الكبير، هذا الصابلي صغيور ديال المملحات، صغيور وزوين ما بين الملح والحلو. هانتوما كيجي غزال تبارك الله وهشيش وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه وتردوا عليا الخبر. وكيجي راقي. هانتوما هذا اللي بتخدموا كومون بحال هكا، كتحسب المصاريف ديالها اللي خسرات باش هكا ما تضيعش. الا بغات تشدو كوموند من شي حد اللي بغا بحال هكا وبغا تخدمو ليه، دار كيكون مشروع صغير من الدار. هانتوما راه كيجي راقي وكيحمر الوجه وكيجي غزال تبارك الله. هانتوما هانتوما شوفوا تبارك الله، أربعة ديال الشكالات وكلهم طالعين غزالين طالعين زوينين. هانتوما وراقيين، غير هذا كيف ما قلت لكم راه زايد في الثمن هذا، حيت كاينين فيه المكسرات، والمكسرات راه غاليين. ندير فيه هنا كتحسبوا المصاريف ديالكم الا شديتو كوموند على حسب السلعه اللي دخلتو، حيت اللوز راه كاين الغالي هذا البلدي، الكركاع حتى هو غالي، والجنجان حتى هو غالي الجنجان البلدي. ولا خدمتو باللوز الرومي والكاوكاو راه والجنجلان اللي كيكون حتى هو الثمن ديالو كيكون ناقص، راه الثمن كتخدموا الكوموند على حسب السلعه اللي دخلتو في. هانتوما هذا راه كيجي غزال بزاف وكيجي راقي. الشكالات كيف ما قلت لكم، ها هو الشكالات 4 ديال الشكالات. كنتمنى تجربوه وراه غادي يعجبكم بزاف. كيجي راقي وكيجي غزال، وكيف ما قلت لكم التزيين غيبقى على حسب الاختيار. هانتوما راه كاينين الناس اللي كيبغوا السلعه اللي كتكون بلديه وكتكون غاليه، وكاين كل واحد كيحسب يخدم حسب الاستطاعه ديالو بحال هكا. كاين كيف ما قلت لكم اللوز الرومي راه الثمن ديالو راه ناقص شويه مع الكاوكاو، والجنجلان الرومي حتى هو الثمن ديالو ناقص. وكاين هاد اللوز البلدي راه داير الثمن، والجنجلان البلدي والكركاع. الصابلي هذا الصابلي ديال المملحات كتخدموا على حسب السلعه اللي دخلتو. الا دخلتو السلعه اللي كتكون بلديه كتكون زايده في الثمن، وإلا دخلتو السلعه اللي كتكون شويه ديال الروميه كتكون ناقصه في الثمن. كتخدموا الكوموند على حسب السلعه اللي دخلتو.
وراه كيجي راقي وكيجي غزال تبارك الله وكيحمر الوجه هانتوما. وهاد الشكالات كلهم كيجيو صغيورين وكيجيو زوينين تبارك الله متيولين. والسر هو الطياب ديال الفران. الحلوه بحال هكا الصابلي ملي كندخلوه ما تجهدوش عليه العافيه ديال الفران، كنشعلوا العافيه غير ديال التحت وكنقصوها على حدها وكنبقاو مقابلين واقفين حدا الفران، ماشي ندخلوا لاطاط ونمشيو مثلا تقديو شي شغل اخر، لا كتبقاو مقابلين حتى كتساليو الطياب ديالكم باش ما يتحرق. كيجي بحال هكا غزال وكيجي مذهب وكيجي شهوه منه. الا جهدتو العافيه ديال الفران الصابلي ديالكم راه كيجي العافيه كتحرق وما كيجيش الشكل ديالو زوين. والسر عاوتاني ديال العجينه كيف ما شفتوا معايا ديال الصابلي ما كتبغيش تعجنوها بحال هكا بحال العجينه اللي كتجمع غير بالرؤوس ديال الاصابع صافي، وكنجمعوها في بلاستيك وحتى تبات في الثلاجه بحال هكا كتبقى العجينه ديال الصابلي كتبقى زوينه وما كتجمعش ملي كندخلوها للفران. حيت الا كانت عجنتوها بزاف بحال هكا بحال العجينه ديال الخبز راه كونوا اكيدين ما غاديش تنجح معاكم العجينه ديال الصابلي. ملي تدخلوا للفران غيتجمع لكم الحجم ديالو يولي صغير. العجينه ديال الصابلي كتبغي نجمعوها غير بالرؤوس ديال الاصابع. والبيض كنخدموه مزيان مع السكر والزبده، خصو البيض يتخدم مزيان، البيض يتخدم مزيان مع السكر والزبده. هذا السر الاول. والسر الثاني الطياب. هانتوما كيف ما قلت لكم السر ديال العجينه هو البيض نخدموه مزيان مع السكر والزبده باش ما يتجمعش لينا ملي ندخلوه للفران. وفاش كنكونوا نجمعوا العجينه كنجمعوها بالرؤوس ديال الاصابع حتى كنجمعوا العجينه ديالنا وكنديروها في بلاستيك وندخلوها في الثلاجه. الا كان عندكم الوقت خلوها تبات، ولا ما كانش عندكم الوقت خلوها واخا غير ساعه ولا ساعه ونص وتبداو تسرحوا فيها. هذا هو السر ديالها باش الصابلي ما كيتجمعش ملي كندخلوه للفران. والسر الثاني ديال الطياب باش كيجينا بحال هكا مذهب ويجينا زوين ويجينا غزال ومتيول. ما نشعلوش عليه العافيه ديال الفوق والعافيه ديال التحت تكون منقوصه على حدها باش الصابلي يطيب على خاطرو ويتذهب ويجينا غزال تبارك الله ويجينا شهوه منه. انتم شوفوا الشكل ديالو تبارك الله راه طالع غزال وزوين ولذيذ بزاف وكيحمر الوجه. هانتوما بحال هكا حتى الا كان عندكم مثلا شي مناسبه وبغيتي تصاوبوا بهاد الشكالات راه كيجيو زوينين وكيحمروا الوجه. كيف ما قلت لكم اللي بغات تخدموا ككوموند راه كتخدم حسب السلعه اللي دخلات في السلعه. مثلا واش دخلت سلعه بلديه اللي كتكون طالعه بالثمن ولا دخلت سلعه روميه كتكون ناقصه بالثمن، كتخدم كوموند على حسب السلعه اللي دخلت. انا غنحطو ان شاء الله في صحن التقديم ونرجع لها. انا رجعت معكم بعد ما ساليت الصابلي ديالي. انا استفتو هنايا في البلاطو. هانتوما شوفوا الشكل ديالو تبارك الله كيجي راقي وكيجي غزال وكيحمر الوجه. وكيف ما قلت لكم اللي بغات تخدموا ككوموند مثلا الا بغى شي حد راه تاخذ مثلا الثمن راه كتحسبوا على حسب السلعه اللي دخلت. الا دخلت هاد السلعه اللي كتكون بلديه راه كتكون زايده في الثمن، ولا دخلت السلعه اللي كتكون روميه كتكون ناقصه في الثمن. وهاد الشكالات اللي خدمت انا 4 ديال الشكالات صغيورين متيولين وزوينين وغزالين تبارك الله. هاد الصابلي ديال المملحات كيجي في هاد المراشم اللي كيكونوا صغار كيجي غزال وكيجي زوين. هانتوما ودرجة الصابلي ما بين الملح والحلو وجا داك المذاق فيه جا غزال تبارك الله. الا جربتوه راه غادي يعجبكم بزاف، كيجي فيه واحد المذاق غزال ورائع وكيحمر الوجه والشكل ديالو تبارك الله غزال.
والسر ديال الطياب باش كيجي محمر انا درتو ليكم باش تبقاو واقفين حدا الفران وما تشعلوش العافيه ديال الفوق باش يطلع لكم الصابي يطلع غزال ويطلع شهوه منه كيجي محمر ويجي زوين ويجي مقرمش من الداخل. والسر انا شاركتو معكم ديال العجينه كي قلت لكم البيض خدموه مزيان مع السكر والزبده باش هكا كتجينا العجينه ديال هاد الصابي ديال المملحات ولا كاع ديال الحلويات كتجينا ناجحه. البيض نخدموه مزيان مع السكر والزبده والعجينه نجمعوها غير بالرؤوس ديال الاصابع ما نجمعوش العجينه بحال الشكل اللي كنعجنو الخبز لا كتجمعها بالرؤوس ديال الاصابع باش كتجينا العجينه زوينه وما تجمعش يعني فاش كنقطعو الصابي وندخلوه الفران. وتخلوه كيف ما قلت لكم الثلاجه الا كان عندكم الوقت خلوه مثلا تصايبوه بالليل وتخدموه الصباح ولا كنتو مزروبين تخلوه ما بين ساعه حتى ساعه ونص راه كافيه. وبهاد الطريقه كتحصلوا على مملحات ولا صابي اللي كيكون غزال وكيكون زوين وكتكون الطريقه ناجحه ومضمونه مليون في المية. هانتوما كنتمنى تجربوا هاد الطريقه وتردوا عليا الخبر وكنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم شجعوني باللايك وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه ان شاء الله. مع السلامه وإلى فيديو جديد ان شاء الله.